لذا لم يكن بوسعي سوى إقناع نفسي بأنها مجرد مكالمة شغل، لكني مش قادرة أفكر غير في كده، والأفكار مش قادرة تروح عن بالي. وبتروح هايسو شغلها وبتقول لها صاحبتها: إيه رأيك يا هايسو؟ اختي بعتت لي صورة من جلسة تصوير حفل زفافها. سماع الاخبار الزواج دي بتخليني حساسة جدا. امتى بقى يجي اليوم ده عشان البس فستان زفاف؟ صحيح افتكرت انك متجوزة يا اختي. كيف كان شعورك؟ سمعت ان استعدادك للزفاف والفستان والزينة والقاعة مرهقة جدا. ورحتوا فين في شهر العسل؟ الفستان شكله كان ايه؟ انا متأكدة ان كل حاجة كانت تناسبك. زوجك محظوظ حقا. وساعتها بتفتكر هايسو لما كانت بتتزوج، وساعتها كانت عقد الزواج فقط وخلص الموضوع كله في دقيقة. وبتفتكر دفعت دم قلبها عشان إيجاد شقة، وكانت في وعود من تشول إنها تلبس فستان جميل وخاتم غالي جدا وشهر عسل وبيت وحاجات كتير. جميع الوعود في اليوم ده ما اتحققتش لحد دلوقتي، ولكن مش ده اللي كان هاممني، بلا كانت الابتسامة اللي كانت شول بيمنحها ليا. حبنا العميق كأنه لم يكن موجود خالص، وضحكتنا الأكتر إشراقا من المسة الخاتم اللي ما قدرناش نجيبه. وبنروح لبيوم وبيبعت رسايل لهايسو بيقول لها ينفع نشوف بعض، وبيقول لها ينفع نشوف بعض، انت منشغلة. فقال في باله اعتقد باننا بقينا قريبين من بعض، ولكنها ما زالت متشبثة به تماما لدرجة تخليها انها تتجاهل رسايلي. ايه اللي يتوجب عليا فعله؟ لو كنت اعرف ان الامور هتصعب كده لما انتظرت لاي حياة اخرى. وساعتها راجل بيجي وبيولع السيجارة لبيوم معتقد انها سيجارة، ولكن بيوم بيصدمه انها مصاصة. فقال له اسف سيدي ما خدتش بالي من الاضاءة بس. فقال له بيوم لا ولعها عشان تصدق اوهامك، عرفني بيك. فقال مستجد. فقال له بيوم انت دفنت حد قبل كده؟ فقال له ماذا؟ فقال له بيوم وهو بيفتكر الرسالة اللي بعتها لهايسو قال له لاني طلبت تعيينك عشان المهمة دي فقط. فقال له ما كنتش اعرف، لكني ما جربتش قبل كده اني ادفن حد، ولكن ان ضمنت ليا سلامتي مع تعويضات في الحالة الغير متوقعة فاكيد هحاول كسري جهدي عشان اعمل المهمة دي. فقال له بيوم استرخ انا بمزح معاك. فقال له مسحة؟ لكن تعابير وجهك ما تقولش كده، وما تقولش انها كانت مسحة. وساعتها بيسأل المساعد بتاع بيوم هو بيوم بيتكلم جد؟ فقال له لا اعلم. وبنروح لهايسو المطعم وبيكون في 2 زباين قاعدين، واحدة فيهم بتبكي لخيانة زوجها ليها. فبتسمع هايسو البنت التانية وهي بتهدي فيها وبتقول لها اهدي. فقالت لها ده كان مهتم بمظهره وبيشتري اغلى العطور والملابس الباهظة والملابس الداخلية الفاخرة، وكل ده عشان يشوف حبيبته السابقة. في الاول ما كانش بيطلع بره المنزل خطوة واحدة، ولكن دلوقتي بقى بيقعد في شغله كتير حتى في عطلة نهاية الاسبوع. فقالت صاحبتها هل كان بيخونك في الشركة ذلك الوقت؟ انا لازم انتقم منه، والاهم انك ادركتي ان تكريس حياتك لرجل عديم النفع. ما تعيطيش. وبتقول هايسو التركيز في العمل صعب، التأخر في العودة عديم النفع. ما تعيطيش. وبتقول هايسو التركيز في العمل صعب، التأخر في العودة، انعدام التواصل، اعتداءات دون السبب. دي أدلة كافية أم إنها مجرد وهمي؟ أيعقل إن تشل مع امرأة أخرى؟ طب وأنا اتحولت الأفكار لألم في صدرها أرهقني الأمر وحاسة إني مش عارفة أخد نفسي. وساعتها شافها مديرها وقال لها مالك يا هايسو؟ فقالت له انا اسفة ولكني حاسة اني مش كويسة، ينفع امشي بدري الليلة؟ فقال لها شكلك بتعاني.
الليلة فقال لها شكلك تعبانة محتاجة تروحي للمشفى. حسنا ما تفكريش في الشغل، روحي انتي واستريحي. فقالت له شكرا ليك. وهي ماشية فكرت في جملة لا تقومي سوى بما ترغبين به، وقالت مش عارفة ليه بتردد العبارة دي في ذهني. فجأة مما دفع هايسو اللي ما بتهدرش في شغلها انها تمشي بدري وتروح لشركة زوجها تشول عشان تتأكد. وساعتها هايسو راحت الشركة وقالت يا ترى ده مكتبه؟ انا اول مرة اجي هنا، ده اكيد هنا لانه قال لي انه هيتأخر بسبب الشغل. وفجأة واحد من الموظفين قال لها ايه جابك هنا؟ المكان هنا للموظفين بس، انت هنا عشان تقدمي على وظيفة. فقالت له انا هنا عشان اقابل حد. فقال لها مين؟ فقالت له تشول. فقال لها اوه السيد تشول، ولكن ايه علاقتك بيه؟ فقالت له انا، وترددت شوية وقالت انا قربته. فقال لها حقا ولكن مش شبهه. وساعتها غيرت الموضوع وقالت له هل تشول هنا؟ فقال لها لا اعتقد، ولكن بما انك قربته فهسألك عنه. وساعتها بيسأل هل تشول هنا؟ في واحدة عايزاه. وفجأة بتبص عليها إيري وبتستغرب جدا وبتقول مين دي؟ تلك المرأة. وساعتها تشول بيتصدم وبيقول مين؟ فقالوا له السيدة دي بتسأل عنك. وساعتها إيري قالت له هي قريبتك؟ فقال لها تشول أيوة. فقال لها هخرج ثواني وجاي. وساعتها مسك ايد هايسو وقال لها تعالي. وساعتها قالت له هايسو بالراحة ايدي بتوجعني يا تشول. وساعتها زقها على الحيطة وقال لها انت بتعملي ايه هنا؟ انت جاية المكان شغلي عشان تعملي ليا دوشة بدون سبب، انت اتجننتي؟ كفاية لجلجة واتكلمي بوضوح. فقالت هايسو لا تصرخ ذلك مخيف. فقال لها انت خايفة مني؟ فقالت كلا لا افعل، ولكني تذكرت ذلك اليوم فجأة. فقال لها قلتلك 100 مرة بانك تبطلي عن ذكر الماضي، لامتى هتفضلي كده؟ هايسو لم أقصد ذكره عمدا، ولكن منذ وقت طويل جسدي يرتجف لمجرد سماع صراخ جسدي يرتجف، وقلبي كذلك، وذهني مثقل بالذكريات التي أتمنى أن تختفي نهائيا من حياتي. فقال لها قوليلي يا هايسو ايه اللي جابك هنا؟ هايسو شفتاي لا تتحركان مطلقا. فقال لها قوليلي ايه السبب اللي جابك هنا؟ فقالت له كان في اثار احمر شفاه على قميصك، وانا مش بحط اي مستحضرات تجميل لذا فهي ليست خاصتي خالص. قولي ايه اللي جاب احمر الشفاه على قميصك ولمن تعود؟ وساعتها بيتصدم تشول ومش عارف يقول ايه. فقال لها انت بتتصرفي كده عشان بتعتقدي اني بخونك؟ هايسو انت بتغيري؟ فقالت له لا الامر غير ذلك. فقال لها كلا، من غير المنطق ان تأتي الى مكتبي لمجرد وجود اثر احمر شفاه على قميصي، الا انت فقدت عقلك. اكيد ده حصل دون قصد، ممكن حد اتصدم فيا او حاجة شبه كده، بس بجد انت ازعجتيني بسبب التفاهة دي. انا ماشي وما تجيش هنا مرة تانية. هايسو مصدومة ومخنوقة وطول الطريق عمالة تفكر ومش حاسة بأي حاجة، وهي ماشية وفي دنيا تانية خالص ومش شايفة أي حد قدامها، وبتتصدم في الناس. وساعتها بيجي بيوم وبيكون ماشي وراها 100 قدم 50 قدم دون أن أدرك بلغت المسافة بيننا 10 أقدام. لقد كان من المفترض أن تلاحظيني، ولكنك لم تفعلي ذلك على الرغم من قربي منك وخطواتي المسموعة، ولم تلاحظ حتى كل اهتمامك وانتباهك أخذ رجل آخر، لذا اتظاهرت بكوني فتى صالحا، ولكن كل ذلك لم يكن نافعا. اعتبرت اهتمامك هواية في البداية، ولكنني لقيت نفسي في نهاية المطاف لإظهار حقيقتي لك. هايسو بتفضل تفتكر وهي ماشية ومصدومة من معاملة تشول ليها الحقيرة، وفضلت تبكي
بيوم رمى الشمسية وقال إنك في صراع كبير، مع ذاتك، ومجرد ملاحظتي لذلك يتمنى صميمي أن أكون بجوارك على حقيقتي لاطمئنك وأكون لك السند. وافتكرت لما قالت له أنت فتى صالح على الرغم من المصاعب اللي بتعاني منها، إلا إن ذلك لم يؤثر عليك. الحياة قاسية للغاية ولكنها تستمر في النهاية. قاوم وهيتحسن كل حاجة. وقلبي يوم لقد كنت مخطئة يا هيسو، أنا لست صالحا بل مجرد أحمق. حماقتي اللي دفعتني إلى الصبر وانتظارك. رؤيتي لك عاجزة ولكن ذلك لن يتكرر تاني. وبيجي تاني يوم وبتروح هيسو شغلها وبتسألها صاحبتها مالها عينيكي، فقالت لأ مفيش حاجة، دي قرصتني نحلة. فقالت صاحبتها وهل يلسع النحل في العينين؟ وبيكون فاضل 10 دقايق على ما الشغل يبدأ. فقالت لصاحبتها أنا جاية على طول. وبتطلع بره هايسو وبتقول لم يعد تشل للبيت من امبارح، كنت ناوية أتصالح معاه ولكن ده هيكون صعب. ذكرى زواجنا قربت، هعتذر منه بدعوته على وجبة. لازم اخد اجازة في اليوم ده، لازم ارتب جدولي. وفجأة بيجي بيوم وقال لها بتعملي ايه؟ انك تتهاونين. يا ترى ايه رد فعل هايسو؟ يا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقة الجاية؟ وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.